بالنسبة لي شيء لافت جدا للانتباه ويستحق التأمل ويستحق أيضا الإجابة. يعني إن إحنا لا نسمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاور أحدا من الإعلام ولا الصحافة على مدى السنوات السابقة. وشيء غريب لو أنت شفت نسبة حوارات الرئيس السيسي مع الإعلام المصري من 10 سنين من توليه، يعني أو من ما قبل توليه، من حملة الانتخابات الأولى إلى هذه اللحظة، بنجد عددا نادرا جدا وكله متركز في المرحلة الانتخابية الأولى للرئيس، ثم بعد ذلك غياب يكاد يكون كليا. يعني الرئيس يغيب عن الحوار مع الإعلام المصري، مع حوارات قليلة ونادرة مع الإعلام الغربي، ولكنها أكثر كثيرا جدا من الحوارات مع الإعلام المصري. رئيس جمهورية لا يحاور الإعلام المصري، إعلامه يعني، سواء الإعلام الرسمي التلفزيون الحكومي يعني مملوك للدولة بشكل مباشر، أو إعلام المتحدة اللي هي دولة أيضا وبشكل مباشر، أو خارج الاثنين، أو حوارات مع الصحف المطبوعة، وإن كان طبعا الصحف المطبوعة والورقية في مصر الآن تراجع مستوى تأثيرها وجمهورها وتوزيعها إلى حد يعني يصيب أي صحفي قديم زي كده تولى رئاسة التحرير وهو عمره 30 سنة، واستمر رئيس تحرير على مدى عدد من الصحف أسسها حوالي 20 سنة، فبقى في ألم شديد على حال الصحافة المصرية الآن. لكن في كل الأحوال الرئيس السيسي لا يحاور صحفيا ولا إعلاميا مصريا. طبعا كان لي أنا شرف، أنا والنجمة العزيزة الصديقة الغالية الإعلامية الكبيرة الأستاذة لميس الحديدي، إن احنا نعمل أول حوار صحفي تلفزيوني مع الرئيس السيسي حين كان مشيرا في مرشح للانتخابات الرئاسية الأولى، ثم التقى سيادة الرئيس أو المرشح وقتها بعدد من الزملاء الإعلاميين معا في حوارات برضو مفتوحة ومتبادل فيها الأسئلة بالإجابات. ثم يعني يكاد يكون المشهد انقطع نهائيا، حتى يعني حصل حوار أظن مع الأستاذ أسامة كمال الإعلامي الكبير ونجمنا الكبير أيضا مع الرئيس في فترة من الفترات، وقيل أن الرئيس بصدد حوار شهري مع الناس، حوار تلفزيوني يتلقى فيه أسئلة الناس ويجاوبها. لم يحدث. ثم مع انتخابات 2018 والبرنامج الحواري التسجيلي الرائع اللي عملته المخرجة البديعة والمبدعة ساندرا نشأت مع سيادة الرئيس، ثم لا شيء، أظن لا شيء. إن كانت إحصائي أو إحصائياتي دي مش دقيقة ربما تدقق، لكن في محصلة الأمر لا أكاد أذكر حوارا صحفيا مع الرئيس السيسي. كل ما نراه من الرئيس السيسي هو التصريحات التي يدلي بها في تجمعات عامة، ربما المؤتمرات الصحفية بطبيعة الحال اللي هي المؤتمرات الصحفية الجامعة اللي ما بتبقاش الأسئلة فيها يعني بقدر الحوار المفتوح. حوارات المؤتمرات الصحفية مع رؤساء الدول حين الزيارات، وفي ربما مؤتمر صحفي أيضا الرئيس السيسي جمع فيه مجموعة من الصحفيين المصريين اللي في علاماتنا أظن باخرة أو علامات من السفينة في قناة السويس، وكان أدلى بحوارات لها علاقة بتصريحات لها علاقة بسد الأثيوبي. وبطبيعة الحال انتهى الأمر أن السد الأثيوبي تحقق كما تريد أثيوبيا تماما وكما ترفض مصر تماما. فالخلاصة هنا، وربما بطبيعة الحال أعلم يقينا أن الرئيس السيسي يدعو صحفيين وإعلاميين في الزيارات التي يقوم بها تفقدية أو افتتاحية لكثير من المشروعات التي يعني يقوم بافتتاحها، لكن في المحصلة لا يوجد حوار صحفي حقيقي مع الرئيس السيسي على مدى هذه السنوات. حوار يسأله فيجيب الرئيس، فيسأل السائل عن الإجابة التي أجابها الرئيس بتفاصيلها، ويحصل هذا الحوار اللي بنراه في كل أنحاء الدنيا، حوار يستفسر ويتساءل ويعني يبحث عن الحقيقة ويعلق
والرئيس يجيب ويفسر ويفصل ويشرح ويحلل ويدلي بمعلومات فتناقش معلوماته. يعني احنا بنرى طبعا على نحو متطرف جدا بنشوف رئيس ترامب هو طول الوقت في إدلاء في تصريحات، وطول الوقت بيقول تصريحات للصحفيين، مش في ندوة ثقافية للقوات المسلحة، مش في افتتاح مشروع لطرق وكباري، مش في زيارة تفقدية لاستصلاح أراضي. مش ده الحوار الصحفي، ومش دي اللقاءات اللي مع الناس اللي نتكشف فيها الحقيقة ونسمع فيها الحوار المتبادل ما بين الرئيس وشعبه ممثلا في إعلامييه. هل ده معناه انه رئيس قرر انه يبقى الحوار دائما من طرف واحد، انه هو الذي يتكلم، وانه ما يبقاش في حد بيسأل ويستفسر، لانه يتصور الرئيس انه يعرف كل الاسئلة المطروحة، ومن ثم لا حاجة لان يقول احد سؤالا امامه؟ يعني ربما كان في برضه حوارات مرة او اتنين مع التلفزيون الحكومي في مرحلة سابقة برضه من سنوات يعني، لكن كلها حوارات نادرة ومحدودة للغاية، وفي نفس الوقت تكاد تكشف عن انه الاعلام الحكومي في مصر او اعلام الدولة في مصر، ولما كان الاعلام الحكومي اللي تملكه الحكومة واجهزتها، لانه مش بالضرورة وزارة الاعلام، يعني المتحدة تملكها الدولة المصرية عبر بقى اجهزة غير وزارة الاعلام، في المحصلة دي ملك الدولة المصرية. فاعلام الدولة وحتى هنحي هنا الاعلام الخاص، لان هو ما فيش اعلام خاص اصلا، ولا مسموح حتى ان يبقى في اعلام خاص بالمعنى الحقيقي لكلمه خاص. لكن في المحصله كانه الاعلام الدوله مش موجود لدى قناعه الرئيس كوسيله لسماع صوت الناس، بينما هو موجود كوسيله لسماع صوت الحكومه او صوت الرئيس شخصيا لما يطلع في المؤتمرات وبيتكلم ويخاطب المصريين وانتم يا مصريين، ويقول سواء الخطب السياسيه او الآراء اللي بيقولها في الافتتاحيات. فمثلا يعلق على كلام وزير، يعلق على كلام خبير موجود على المنصة وبيناقش فيها. وأظن أن أنا شرفت أيضا بأن أنا كنت في مؤتمر الشباب على المنصة، والرئيس علق على كلامي وحصل بينا هذا الحوار. وأيضا كنت على المنصة في استراتيجية افتتاح استراتيجية حقوق الإنسان، وايضا ادليت باراء وافكار، وايضا تشرفت بان الرئيس علق عليها. لكن في المحصله نحن نتحدث عن غياب الحوار الصحفي المباشر مع رئيس الجمهوريه على مدى سنوات، تكاد تكون اول مره في تاريخ مصر الرئيس لا يحاور اعلامه. الرئيس المصري سواء بنتكلم على عبد الناصر او على السادات او على مبارك، اللي هم طبعا، او على محمد نجيب، لان محمد نجيب كان ايضا يحاور الاعلام المصري والصحافه المصريه وقتها مجسده في ذلك والاذاعه. فعندنا محمد نجيب في الفتره السنتين اللي هم اقل من سنتين شويه، لان الراجل يعني اطيح به صمتا ثم اطيح به علنا بعد شويه. ثم عبد الناصر من 54 ل 70. وطبعا عبد الناصر برضو كان معتمد على الخطب اكتر منها على الحوارات الصحفيه، لكن بيعمل حوارات صحفيه وكان بيقول كتير، وكان الناس كمان بتتعامل مع مقاله الاستاذ هيكل باعتبارها الاراء التي يريد ان يقولها جمال عبد الناصر. كان عبد الناصر يعمل مؤتمرات صحفيه عالميه وبتاع يعني وما الى ذلك من احنا عندنا مجلد ضخم هائل عاملاه السيده هدى عبد الناصر عن حوارات جمال عبد الناصر مع الصحافة المصرية والأجنبية، وهتلاقي كم هائل وليس محدودا، يعني مجلدات وثروة حقيقية لمعرفة التطور السياسة الناصرية على مدى السنوات. نفس الحكاية رئيس السادات، وكان رئيس السادات دائم الحوار مع السيدة همة مصطفى في حوار تلفزيوني سنوي أظن، أو مرتين في السنة، زائد أنه كان بيعمل حوارات أخرى صحفية كثيرة جدا. ورئيس مبارك كان بيجتمع برؤساء تحرير الصحف الثلاثة الرئيسية في مصر مع حوارات.
فإذا بالرئيس السيسي لا يسمع أسئلة من صحفيين. هل مستوى الإعلام الدولة، ربما الرئيس بيقول لك اعتقد إنه إعلام الدولة دوره إنه يوصل صوت الدولة مش إنه يوصل صوت الناس للدولة، جايز، أو للرئيس شخصيا. هل الرئيس معتمد على إنه أسئلة الناس معبر عنها في التقارير الأجهزة الأمنية اللي بترفع له؟ جايز. هل الرئيس شايف موقف من إنه الصحافة يعني مش ذات تأثير، وإن دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي هي ذات التأثير الأكبر؟ طب ما يعمل حوار مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني في يوتيوبرز مشهورين، شباب وجيل جديد عنده اللي يقوله، وحتى عنده نزقه اللي محتاج إنه يعني يتم التحاور معاه. ففي وسائط كثيرة للحوار الصحفي المحترف مع رئيس الجمهورية، الحوار الصحفي المهني مع رئيس الجمهورية، بحيث انه رئيس الجمهورية بيقول رأي وبيقول معلومات فبيناقشها الصحفي اللي معاه اللي مذاكر. فلما يتكلم الرئيس عن بنى المدارس فيقول له يا فندم بس في عجز في المدرسين، لما يقول له احنا عملنا مع عجز المدرسين كذا فيقول له يا فندم ده احنا عندنا عجز دائم وكلي في المدرسين، وده الحلول اللي اتعملت من الحكومة ما نجحتش في سد هذا العجز. لما الرئيس يقول انا عملنا رفع حد ادنى للاجور فنقول له يا فندم ده ما تنفذش في القطاع الخاص، فايه تعليق حضرتك؟ او نقول له يا فندم ده الحكومه المصريه نفسها مش منفذه الحد الادنى للاجور للمدرسين اللي عينتهم، ال 30,000 مدرس. وهكذا حوار كما نراه مع رؤساء الدول، وكما نراه مع الرجل الاول في كل دوله، حوار بين رئيس الجمهوريه والصحافه والاعلام في دولته وبلده اللي بيسموها الاعلام الوطني. ف وفي كمان الاعلام الاجنبي ده له دور تاني بقى، لان انت خطاب الرئيس او حوار الرئيس مع الاعلام الاجنبي موجه للمشاهد الاجنبي، للجمهور الاجنبي، للراي العام الاجنبي والغربي. انما الحوار مع الاعلام المصري موجه للاعلام المصري، موجه للمواطن المصري، موجه للشعب المصري. والمفروض ان يسمع الناس حوارا مع الرئيس، مش اسئله توجه للرئيس فيجيب عنها دون تعقيب او دون تعليق. لانه اللي حاصل ده اللي بيحصل بنشوفه في المؤتمرات، انه بيقوم الوزير ويقول للوزير فالوزير قال له يا فندم. طبعا لا يمكن ان نجد وزيرا يناقش رئيسا في مصر، يعني شفناهاش قبل كده ومش هنشوفها. ف ولا حد هيعرف يناقش ويتحاور مع رئيس ويقول له بس أصل المعلومه دي، طب اصل مع الجانب الاخر من الحكايه. لانه احنا شفنا سوابق يعني الرئيس فيها بيلوم من يحاول أن يتحدث على غير دراسة أو على بغير يعني دراسة لما يقوله. بينما في حقيقة الأمر إحنا لما بنتكلم عن إعلام مهني أو عن سياسيين بيتكلموا أكيد لازم يتكلموا عن وعي بالمشكلة اللي بيتكلموا بيها أو عنها، وإن وجهات النظر متعددة، ومن حق الشعب المصري أن يعرض وجهة نظره من خلال الإعلاميين أو الصحفيين على الرئيس. فدي نقطة مهمة بتعمل لنا أزمة حقيقية. إيه الأزمة؟ إن الخطاب الرئاسي خطاب من طرف واحد، مش خطاب متبادل مع الناس والشعب. إنه الشعب المصري والمجتمع المصري السياسي والشارع لا يجد من يتحدث بصوته للرئيس بشكل مباشر ويطرح عليه الأسئلة ويناقشه كما يريد المواطن أن يناقش الرئيس. الرئيس لما بيروح مشروعات ويفتتح ويقابل مواطنين، المواطنين بيبقوا منبهرين بلقاء الرئيس طبعا. يعني فجأة انت ماشي في الشارع تلاقي رئيس الجمهورية، والرئيس السيسي له طريقة لطيفة ودودة مهذبة جميلة حنونة كده مع الناس، فبتخلي اي حد لو متضايق هيقول له ده الدنيا زي الفل وجميلة ورائعة. يعني فضلا على انه في اصول للخطاب في المقام الرئاسي، يعني انت بتكلم رئيس الجمهورية ففي اصول في يعني مناقشة رئيس الجمهورية لمقامه ولما يمثله. ومن ثم لن تجد المواطن المصري صريحا ولا واضحا، وهتلاقي حتى كلام المواطنين المصريين بيقابلهم الرئيس بفرض ان المواطنين دول مواطنين يعني تم مقابلتهم بالصدفة، لانه المواطنين بيتم مقابلتهم بانضباط امني شديد جدا. يعني ولعلي اذكر المشهد الشهير للرئيس مبارك لما راح في حملته الانتخابية، مش عارف
في الصعيد، فقابل مواطن قاعد في كشك على النيل، فقعد معاه وشرب الشاي وبتاع. وطبعا احنا كنا صحافه وقتها، يعني ازعم ان احنا كنا صحافه حقيقيه. فرحنا نتحقق من هذا الرجل يعني، فاذا الراجل ده مخبر، يعني مخبر في البوليس. ويعني كمان حتى في مشهد في ناس مخصصه كده انها تطلع بدور الفلاحين في لقاءات الرئيس، ويقعد معاهم ويكلمهم ومش عارف ايه. وبعدين بنكتشف في الاخر انه يعني امين شرطه او صول او ايه، بس يعني مجهز لهذا الدور، لدرجه انه في حد مجهز لكل الرؤساء. لما بيجوا تلاقي واحد كتير يعني اتكرر كذا مره. فبفرض ان هذه اللقاءات لقاءات عفويه، فبطبيعه الحال لا يمكن للمواطن انه يقدر يعبر. ولو عبر المواطن هيعبر عن مشكلته الخاصه، عن احتياجه. والنبي اصل ابني ما تعينش، اصل ابني مش عارف ايه، اصل عندنا مشكله في ايه، اصل البيت الرخصه بتاعتنا. طبيعي المواطن يعني زائد بالك لما هيشوف رئيس الجمهوريه قدامه، يعني لن يعني يرى امامه الا انه في لحظه تاريخيه ولقاء مع رئيس الجمهوريه بذات نفسه. يعني هينسى الكلام يعني. ف انما المحاصل انه لابد من هذا القدر من الاحتراف والمهنيه في اجراء حوارات حقيقيه مع رئيس الجمهوريه. واتصور انه رئيس الجمهوريه لديه ما يقوله، وانه رئيس بيتحدث كثيرا الى حد انه انا اعتقد انه يعني مشبع بافكار واراء يريد ان يقولها دائما. فدي فرصه ان حد يتحاور معاه، بس تحاور حقيقي، تحاور جاد. ده طبعا ليس عرضا على الاطلاق ان ادير حوارا مع الرئيس، عشان المساله تبقى واضحه يعني. لكن اكيد في زملاء على كفاءه انهم يقدروا يديروا هذا الحوار مع الرئيس ويناقشوه، ويبقى الحوار على مدى، على قدر المسؤوليه الحقيقيه اللي المفروض يبقى فيها الاعلام المصري. لكن في المحصله حتى نقابه الصحفيين مش طرحه يعني السؤال ده سؤال مهني مش سؤال خدمي. ونقابه الاعلاميين ما طرحتش على نفسها خالص حكايه انه ليه ما فيش حوارات مع الرئيس. ومحدش شاغل نفسه بالحكايه دي، كانه دي القاعده العاديه يعني. يبقى الحوارات كلها بتيجي من اعلى، ومفيش حوارات مباشره مع رئيس الجمهوريه، مع ان ده تقليد مهني ضروري وسياسي وشعبي وجماهيري، ولا بد ان يكون يعني راسخا في اي عهد رئاسي. وغيابه على علامه كبيره جدا على عدم الثقه في الاعلام المصري، او على انه الرئيس السيسي لا يرى تاثيرا في الاعلام المصري، او ربما ان الرئيس لا يريد حوارا مع صحفيين، لانه يريد حوارا الى صحفيين مش مع صحفيين. وانه ده يودينا الى فكره التعامل مع العقل المصري المثقف والنخبوي، او اللي بنسميه يعني النخبه، يبدو أيضا غائبا غيابا كاملا ونهائيا عن اهتمامات الرئيس. فبرضو المرحلة الأولى، السنوات الأولى للرئيس كان بيلتقي فيها ربما في السنة الأولى والثانية بعدد من المثقفين، ويلتقي بقوى من تيارات سياسية وإعلاميين وصحفيين ومثقفين ومفكرين اختفوا تماما من المشهد. هتقولي ما ممكن الرئيس بيكون بيشوفهم من غير ما تعرف. لا، ما بيشوفهمش وما بيتحاورش مع، ما فيش مثقف مصري مطروح على مائدة النقاش مع الرئيس. فبرضو ده شيء معناه انه احنا عندنا ازاحة كاملة للنخبة من كونها صاحبة رأي او رؤية او نقاش او حوار او خطاب او حجاج، محاججة وحجاج يعني، مع الآراء والأفكار والقرارات اللي بيتخذها الرئيس. ده بقول لك في الوقت اللي بتلاقي فيه ترامب تقريبا بيحاور الصحفيين يوميا ويناقشوه. طبعا في اكثر الاسقف الحريه موجوده في امريكا، بيسالوه اقصى حريه ممكنه لا يحلم بها صحفي. يعني كل الحريه الممنوحه في مصر كلها على بعضها للصحافه والاعلام ما تكملش نص سؤال لترامب، يعني عشان الامور تبقى واضحه.
لكن الظاهرة لافتة. هل حد مهتم؟ هل حد هيهتم؟ ما اعرفش، مش مهم. أنا كما قلت لكم من قبل وسأعود وأقول وأكرر دائما، أنا لا أقدم نصيحة لأحد ولا معنيا بإقناع أحد بأي شيء. يعني لا، ولا أنا عايز الناس توافق على أفكاري ولا عايزها ترفض أفكاري. أنا عايزها تسمع أفكاري. عشان إيه؟ عشان خاطر البلد دي اللي هي بلدي وبلدك وبلدنا كلنا، اللي هي الوطن العظيم ده، اللي يحتاج إن كل الأفكار تتقال ونفكر فيها ونعمل زي ما بنقول عصف ذهني. ولا خاب من استشار ولا خاب من سمع ولا خاب من قال. ولا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. من الصعب أن نجد في تاريخ الدولة المصرية المعاصر عقدا كاملا من الحكم يغيب فيه الحوار المباشر بين رأس الدولة والإعلام الوطني، كما حدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبينما كانت مصر منذ ثورة يوليو وحتى نهاية عهد مبارك تعرف تقليدا راسخا في تواصل الحاكم مع الرأي العام عبر حوارات صحفية وإذاعية وتلفزيونية دورية، تحول المشهد في العقد الأخير إلى صمت سياسي كامل، وكأن العلاقة بين الدولة والإعلام قد تحولت من شراكة نقدية إلى علاقة أمر وتنفيذ. فعبد الناصر على الرغم من طابعه السلطوي كان يطل بخطابات أسبوعية وحوارات مسجلة مع صحفيين مصريين يتحدث فيها عن رؤيته الاقتصادية والسياسية ويواجه فيها الأسئلة مهما كانت محرجة. والسادات كان على طريقته يستمتع بالجدل، يرد على منتقديه في المؤتمرات ويسمح للصحفيين بمواجهته علنا، بل استخدم الإعلام كأداة لتأكيد شرعيته الشعبية من خلال مناظراته وأحاديثه المباشرة. ومبارك رغم رتابة خطابه كان يخصص لقاءات مطولة مع رؤساء تحرير الصحف المصرية والعربية، ويجري حوارات موسمية تبث على القنوات الرسمية، لتبقى فكرة الحديث مع الناس جزءا من بنية الحكم. أما اليوم فقد صار الحاكم غائبا عن الإعلام المحلي حضورا ووعيا. فالرئيس السيسي لم يجري منذ توليه الحكم حوارا واحدا مع صحيفة مصرية مستقلة أو حتى شبه رسمية، ولم يخضع لأسئلة حقيقية من صحفيين مصريين يمثلون الرأي العام، بل اكتفى بخطابات أحادية الاتجاه في مؤتمرات الشباب أو فعاليات الدولة تبث دون تفاعل، حيث تتحول الصحافة من منصة للنقاش إلى مجرد مكبر صوت للقرارات. المفارقة المؤلمة أن الرئيس يظهر في مقابلات مع صحف وقنوات أجنبية من CBS إلى فرانس 24 أكثر مما يظهر في الإعلام المحلي، وكأن الثقة الممنوحة للإعلام الأجنبي أكبر من تلك الممنوحة لصحافة بلاده. وهذه المفارقة تكشف عن خلل مزدوج: أزمة في فهم وظيفة الإعلام الوطني، وأزمة في طبيعة السلطة نفسها التي لم تعد ترى في الحوار الداخلي ضرورة بل عبئا. تحولت مصر خلال السنوات العشر الماضية من دولة تعرف نقاشات إعلامية متوترة أحيانا لكنها حقيقية، إلى دولة تحكمها بيانات رسمية لا تسأل ولا تراجع. فالمؤتمرات الصحفية تحولت إلى استعراضات معدة سلفا، والإعلاميون إلى مقدمي نشرات دعائية، بينما فقدت الصحف المصرية قدرتها على طرح الأسئلة الكبرى التي تتعلق بالسياسات العامة أو القرارات المصيرية. حتى البرامج الحوارية التي كانت في فترات سابقة ساحة للجدل الفكري والسياسي أصبحت اليوم تتنافس في تكرار نفس الجمل الرسمية والعبارات المحفوظة عن إنجازات القيادة وتحديات الدولة، دون أي محاولة حقيقية لمساءلة أو تفكيك هذه الخطابات. هذا التحول من إعلام يحاور إلى إعلام يكرر يمثل في جوهره موتا بطيئا للمهنة الصحفية وانحدارا في الوعي العام، لأن غياب الأسئلة يعني غياب التفكير النقدي، وغياب التفكير النقدي يعني أن المجتمع نفسه يقاد بلا بوصلة. لا يمكن فصل هذا الانغلاق الإعلامي عن بنية السلطة الجديدة التي أعادت تعريف مفهوم الوطنية على أنها الطاعة. فالإعلامي الذي يسأل يتهم بالتشكيك، والصحفي الذي يحقق في ملف حساس يصنف خائنا أو عميلا. وبدلا من أن تكون الصحافة سلطة رابعة صارت أداة من أدوات السلطة التنفيذية. إنما حدث هو تجريف منهجي لفكرة الوسيط المستقل بين الشعب والدولة، بحيث لم تعد هناك مسافة نقدية ولا صوت مستقل ولا حتى رمزية للحوار الوطني المفتوح. لقد تراجع المشهد إلى مرحلة ما قبل الصحافة الحديثة،
إلى زمن المتحدث الرسمي الذي يقرأ بيانات القصر على الناس دون أن يكون ثمة أحد يجرؤ على السؤال: لماذا؟ وكيف؟ ولصالح من؟ النتيجة أن الصحافة المصرية التي كانت يوما ما تدرس في العالم العربي كنموذج للمهنية والتعدد فقدت مكانتها التاريخية. لم تعد قادرة على إنتاج رموز فكرية أو أقلام مؤثرة، ولم تعد صحفها قادرة على كسر خبر واحد دون إذن أمني. فحين يغيب الرئيس عن الحوار لا يغيب كشخص فقط، بل يغيب كفكرة سياسية، كرمز للدولة القادرة على التفاعل مع مواطنيها بصدق. هذا الغياب يخلق فراغا في المجال العام تملأه الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأجنبية التي صارت هي المصدر الأساسي للأخبار والتحليل. إن انقطاع الحوار بين القيادة والإعلام يعني في الواقع انقطاع التواصل بين الدولة والمجتمع، وهو أخطر ما يمكن أن تواجهه أي سلطة في التاريخ الحديث. إن استعادة الحوار ليست ترفا سياسيا بل شرطا للبقاء. فالدولة التي لا تتحدث مع مواطنيها محكوم عليها بالعزلة، والإعلام الذي لا يسأل يتحول إلى آلة صماء لا تسمع ولا تسمع. وهي شركات تحمل أسماء اقتصادية براقة، لكنها في حقيقتها أذرع تابعة لأجهزة الدولة، تدار من وراء ستار، وتتحكم في التعيينات والتحرير والمحتوى الإخباري والتمويل. بهذا الشكل لم يعد هناك ما يمكن تسميته إعلاما خاصا أو مستقلا، لأن كل المؤسسات أصبحت تتغذى من مصدر مالي واحد، وتستمد شرعيتها من الرضا السياسي لا من ثقة الجمهور. وهنا فقد الإعلام معناه الأساسي كجسر بين الدولة والمجتمع، وتحول إلى أداة في يد السلطة تستخدمها لتأكيد روايتها الرسمية وإعادة إنتاجها على مدار الساعة. فبدلا من أن تكون القنوات نوافذ للتعبير عن الرأي العام، أصبحت أدوات لتلقين الناس ما يجب أن يفكروا به وكيف يرون الواقع، بل وحتى كيف يشعرون تجاهه. والمفارقة أن الدولة التي تمتلك اليوم كل شيء في الإعلام فقدت في الوقت نفسه كل شيء في مصداقيتها أمام الناس. فحين يسمع المواطن خطابا موحدا في كل القنوات بنفس الكلمات ونفس النبرة ونفس التوجيهات، يفقد تدريجيا ثقته في الإعلام الوطني ويبحث عن بدائل أخرى. هكذا صار كثير من المصريين يعتمدون على المنصات الأجنبية أو شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومة، لأنهم يعلمون مسبقا أن الإعلام المحلي لن يقول لهم إلا ما تريد السلطة قوله. هذه الفجوة بين التملك والفعالية تظهر أن السيطرة المطلقة ليست دليل قوة بل علامة ضعف، لأن الإعلام الذي لا يثير الأسئلة يفقد دوره، والإعلام الذي لا يسمع إلا من فوق لا يصغي إليه أحد من تحت. أما الرئيس نفسه فابتعاده عن الإعلام الوطني يعكس أزمة أعمق من مجرد انغلاق أو تحفظ. إحجامه عن إجراء أي حوار حقيقي مع الصحافة المصرية منذ توليه الحكم ليس مصادفة، بل تعبير عن فلسفة حكم ترى في الإعلام خطرا على الاستقرار لا وسيلة لتقويته. فالثقة بين رأس الدولة والصحافة تكاد تكون معدومة، لأن النظام بأكمله قائم على فكرة أن المعلومة يجب أن تمر عبر قنوات مضبوطة لا تسمح بالمفاجآت أو النقد أو حتى السؤال الحر. الرئيس لا يرى في الصحفي شريكا في الوعي العام، بل كائنا غير منضبط يمكن أن يفتح بابا لا يمكن إغلاقه. ولهذا يفضل الاعتماد على تقارير الأجهزة الأمنية التي تصور له الواقع بشكل محكم ومنضبط، بلا فوضى ولا غضب شعبي، دون أن يرى الصراعات الحقيقية التي يعيشها الشارع. هذه التقارير تحولت إلى بديل عن الإعلام وإلى مصدر أساسي لصناعة القرار، وهو ما يجعل السلطة تعيش في فقاعة مصطنعة من المعلومات المصفاة والمخاوف المبالغ فيها. هذا الانفصال بين الدولة والإعلام خلق بيئة من الخوف المتبادل. الصحفي يخاف أن يطرح سؤالا حقيقيا، والرئيس يخاف من أن يجيب. تحولت المقابلات إلى مشاهد مسرحية معدة مسبقا، حيث تعرف الأسئلة والإجابات من قبل، ويمنع أي حوار خارج النص. حتى البرامج الحوارية التي يفترض أن تكون مساحة للنقاش تحولت إلى نشرات ترويجية تصوغ إنجازات الدولة بلغة عاطفية تكرارية لا تمت بصلة للتحليل أو المساءلة. الإعلامي الذي كان في الماضي يملك صوتا ورأيا أصبح اليوم مذيعا يقرأ من ورقة معدة في مكتب حكومي، والمواطن الذي كان يشارك في النقاش العام صار مستهلكا سلبيا، يستمع ولا يعلق، يرى ولا يصدق.
لقد أدى هذا التحول إلى قتل فكرة الإعلام كضمير الأمة، وهي الفكرة التي قامت عليها الصحافة المصرية الحديثة منذ القرن التاسع عشر. حين يختفي الحوار، تختفي معه فكرة المسؤولية الأخلاقية للصحفي، وتتحول مهنته إلى ترديد النصوص الرسمية، لا إلى البحث عن الحقيقة. فبدلا من أن يكون الصحفي عين المجتمع التي تراقب السلطة، صار لسان السلطة الذي يوجه المجتمع. ومن هنا تولد الأزمة الأخطر. الإعلامي لم يعد يخاطب الناس، بل يخاطب رئيسه في السلطة. والمواطن لم يعد يرى في الإعلام مرآة لواقعه، بل مرآة لتجميل صورة الحكم. وإذا أضفنا إلى هذا المشهد غياب المثقفين والنخبة الفكرية، يصبح الفراغ شبه كامل. فالمثقفون الذين كانوا تاريخيا يساهمون في ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع تراجعوا إلى الظل، إما خوفا من المنع أو إحباطا من جدوى الكلام. الصحف لم تعد تنشر مقالات نقدية إلا في حدود مأمونة، والبرامج الثقافية اختفت تقريبا، والحوارات الفكرية تحولت إلى مهرجانات شكلية. لقد تم إلغاء فكرة الرأي العام من الوجود، لأن الإعلام لم يعد يسهم في تكوينه بل في ترويضه. ومع هذا الترويض اختفى الحس النقدي من الوعي الجمعي، وأصبح الصمت سلوكا عاما. صمت الصحفي خوفا، وصمت المثقف يأسا، وصمت المواطن استسلاما. الدولة تمتلك كل شيء: الكاميرا، الميكروفون، المونتاج، التمويل، لكنها لا تمتلك شيئا أهم: ثقة الناس. فالثقة لا تشترى ولا تفرض، بل تبنى على الحوار. ولا يحاسب الوزراء، ولا يناقش الإعلام القرارات المصيرية. يصبح الوطن ساحة لخطاب واحد لا يعرف المراجعة ولا الإصغاء. هذا الصمت الرئاسي ليس حيادا ولا تواضعا، بل هو في جوهره سياسة تقوم على تجميد العقل الوطني في انتظار التعليمات. وحين تتحول القيادة السياسية إلى مرسل أبدي، والجمهور إلى متلق أبكم، تنهار فكرة المشاركة نفسها، لأن المواطن يفقد إحساسه بأنه طرف في صناعة القرار، ويتحول إلى كائن يخبر بما يفترض أن يفرح أو يغضب من أجله، دون أن يتاح له أن يسأل: لماذا؟ لقد أنتج هذا الصمت مجتمعا بلا أسئلة، وإعلاما بلا مهنية، ومواطنين تائهين بين الخوف والسخرية. لأن السؤال في غياب المناخ الديمقراطي يصبح فعلا مريبا، والنقد يفسر كعداء، والاختلاف يصور كخيانة. وهكذا تفرغ الصحافة من مضمونها، ويتحول الإعلامي من ناقل للحقائق إلى مؤد للدور المطلوب منه. تتحول البرامج إلى مسرحيات متكررة، والمذيع إلى ملق يعيد خطاب السلطة بنفس الألفاظ والنبرة، وكأن المجتمع كله صار نسخة واحدة من البيان الرسمي. ولا عجب أن يفقد الناس الثقة في الإعلام، وأن يهاجروا إلى المنصات الأجنبية بحثا عن المعلومة والرأي، بعدما حرموا من الحوار الداخلي الذي يصنع وعيا سياسيا حقيقيا. الصمت لا يملأ الفراغ بالاستقرار كما يخيل لصانعي القرار، بل يملأه بالشائعات والتأويلات. فحين تغيب الكلمة الرسمية الشفافة، تولد ألف رواية في الظل. وعندما لا يخرج الرئيس ليجيب على الأسئلة الصعبة عن الاقتصاد والعدالة والحريات، فإن الفراغ يملأ بالغضب أو اللامبالاة. واللامبالاة أخطر من المعارضة، لأنها تعني أن المواطن لم يعد يؤمن بأن صوته يمكن أن يغير شيئا. عند هذه النقطة تموت السياسة تماما، ويصبح النظام بلا جمهور حقيقي مهما امتلأت القاعات بالتصفيق. غياب الحوار جعل اللقاءات الرئاسية مشاهد شكلية تبث في قنوات الدولة كطقوس احتفالية لا علاقة لها بالواقع. يجلس الرئيس أمام جمهور منتقى بعناية، يطرحون أسئلة محفوظة أو مكررة، فتتحول الجلسة إلى عرض لإثبات الولاء لا لتبادل الرأي. هذه المشاهد تعمق الفجوة بين الحاكم والمواطن، لأنها تكرس فكرة أن الشعب موجود للاستماع لا للمناقشة، وأن القائد يتحدث من عل لا من موقع الشراكة في الوطن. ومع الوقت تنشأ ثقافة الخوف من السؤال، ويصبح الصمت سلوكا عاما. وما هو أخطر من ذلك أن هذا النمط من الحكم الأحادي دمر دور المثقفين والإعلاميين الذين كانوا يوما صوت الضمير العام. تراجعوا إلى الهامش، أو صمتوا طوعا خوفا من الإقصاء، أو انشغلوا بالبحث عن الرضا الأمني بدلا من البحث عن الحقيقة. فاختفى النقد البناء، وغابت الرؤى البديلة، وباتت الدولة تفكر بصوت واحد. والمجتمع الذي لا يسمع إلا صوت السلطة يفقد قدرته على التفكير الحر، لأن الحوار هو الذي ينتج الأفكار، كما أن الاحتكاك بين المختلفين هو ما يصقل التجربة الوطنية. حين يموت الحوار تموت معه الديمقراطية،
حتى لو بقيت المؤسسات شكلية. المفارقة أن هذا الغياب لا يصيب السياسة وحدها، بل يتسلل إلى العلاقات الاجتماعية والثقافية. يصبح الأب في بيته نسخة من الحاكم، والمدير في شركته صورة من الوزير، ويصبح المجتمع بأسره هرميا متكلسا لا يقبل النقاش ولا النقد. كل سلطة صغيرة تكرر سلوك السلطة الكبرى، حتى تنغلق الحياة العامة على نفسها في دائرة من الصمت والخوف. وبهذا يتحول الوطن من كيان حي يتنفس الحوار إلى جثة بيروقراطية تتحرك بالإعلانات والمناسبات الرسمية. إن دعوة البعض إلى الهدوء أو عدم التشويش ليست سوى تبرير لتمديد الصمت، لكنها في الحقيقة دعوة إلى استمرار الغيبوبة الوطنية. فالأمم لا تنهض إلا بالأسئلة، ولا يحاسب الوزراء، ولا يناقش الإعلام القرارات المصيرية. يصبح الوطن ساحة لخطاب واحد لا يعرف المراجعة ولا الإصغاء. هذا الصمت الرئاسي ليس حيادا ولا تواضعا، بل هو في جوهره سياسة تقوم على تجميد العقل الوطني في انتظار التعليمات. وحين تتحول القيادة السياسية إلى مرسل أبدي والجمهور إلى متلق أبكم، تنهار فكرة المشاركة نفسها، لأن المواطن يفقد إحساسه بأنه طرف في صناعة القرار، ويتحول إلى كائن يخبر بما يفترض أن يفرح أو يغضب من أجله، دون أن يتاح له أن يسأل لماذا؟ لقد أنتج هذا الصمت مجتمعا بلا أسئلة، وإعلاما بلا مهنية، ومواطنين تائهين بين الخوف والسخرية. لأن السؤال في غياب المناخ الديمقراطي يصبح فعلا مريبا، والنقد يفسر كعداء، والاختلاف يصور كخيانة. وهكذا تفرغ الصحافة من مضمونها، ويتحول الإعلامي من ناقل للحقائق إلى مؤد للدور المطلوب منه. تتحول البرامج إلى مسرحيات متكررة، والمذيع إلى ملق يعيد خطاب السلطة بنفس الألفاظ والنبرة، وكأن المجتمع كله صار نسخة واحدة من البيان الرسمي. ولا عجب أن يفقد الناس الثقة في الإعلام، وأن يهاجروا إلى المنصات الأجنبية بحثا عن المعلومة والرأي، بعدما حرموا من الحوار الداخلي الذي يصنع وعيا سياسيا حقيقيا. الصمت لا يملأ الفراغ بالاستقرار كما يخيل لصانعي القرار، بل يملأه بالشائعات والتأويلات. فحين تغيب الكلمة الرسمية الشفافة تولد 1000 رواية في الظل. وعندما لا يخرج الرئيس ليجيب على الأسئلة الصعبة عن الاقتصاد والعدالة والحريات، فإن الفراغ يملأ بالغضب أو اللامبالاة. واللامبالاة أخطر من المعارضة، لأنها تعني أن المواطن لم يعد يؤمن بأن صوته يمكن أن يغير شيئا. عند هذه النقطة تموت السياسة تماما، ويصبح النظام بلا جمهور حقيقي مهما امتلأت القاعات بالتصفيق. غياب الحوار جعل اللقاءات الرئاسية مشاهد شكلية تبث في قنوات الدولة كطقوس احتفالية لا علاقة لها بالواقع. يجلس الرئيس أمام جمهور منتقى بعناية، يطرحون أسئلة محفوظة أو مكررة، فتتحول الجلسة إلى عرض لإثبات الولاء لا لتبادل الرأي. هذه المشاهد تعمق الفجوة بين الحاكم والمواطن، لأنها تكرس فكرة أن الشعب موجود للاستماع لا للمناقشة، وأن القائد يتحدث من عل لا من موقع الشراكة في الوطن. ومع الوقت تنشأ ثقافة الخوف من السؤال، ويصبح الصمت سلوكا عاما. وما هو أخطر من ذلك أن هذا النمط من الحكم الأحادي دمر دور المثقفين والإعلاميين الذين كانوا يوما صوت الضمير العام. تراجعوا إلى الهامش، أو صمتوا طوعا خوفا من الإقصاء، أو انشغلوا بالبحث عن الرضا الأمني بدلا من البحث عن الحقيقة. فاختفى النقد البناء، وغابت الرؤى البديلة، وباتت الدولة تفكر بصوت واحد. والمجتمع الذي لا يسمع إلا صوت السلطة يفقد قدرته على التفكير الحر، لأن الحوار هو الذي ينتج الأفكار، كما أن الاحتكاك بين المختلفين هو ما يصقل التجربة الوطنية. حين يموت الحوار تموت معه الديمقراطية، حتى لو بقيت المؤسسات شكلية. المفارقة أن هذا الغياب لا يصيب السياسة وحدها، بل يتسلل إلى العلاقات الاجتماعية والثقافية. يصبح الأب في بيته نسخة من الحاكم، والمدير في شركته صورة من الوزير، ويصبح المجتمع بأسره هرميا متكلسا لا يقبل النقاش ولا النقد. كل سلطة صغيرة تكرر سلوك السلطة الكبرى، حتى تنغلق الحياة العامة على نفسها في دائرة من الصمت والخوف. وبهذا يتحول الوطن من كيان حي يتنفس الحوار إلى جثة بيروقراطية تتحرك بالإعلانات والمناسبات الرسمية. إن دعوة البعض إلى الهدوء أو عدم التشويش ليست سوى تبرير لتمديد الصمت، لكنها في الحقيقة دعوة إلى استمرار الغيبوبة الوطنية. فالأمم لا تنهض إلا بالأسئلة.